بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه النهاردة على حل General Exercises on Lesson 1، حل التدريبات العامة على الدرس الأول. Number 1. Read and match column A with column B. اقرأ ووصل العمود A بالعمود B. وطبعا علشان نحل أسئلة الماتشنج، أسئلة التوصيل، لازم ناخد كل كولوم لوحده، يعني ناخد العمود A لوحده وبعد كده ناخد العمود B. العمود A. Number 1. Egyptian Farmers Group. الفلاحين المصريين بيزرعوا. Number 2. I made salad. أنا عملت سلطة. Number 3. Tomatoes and onions. طماطم والبصل. Number 4. Which food comes. أي الطعام يأتي. وناخد بالنا من Number 4 إن هي بادئة ب question word، يعني أداة استفهام. وأداة استفهام يبقى احنا اوتوماتيك لازم ندور في column B في العمود B على أي جملة بتنتهي ب question mark، يعني بتنتهي بعلامة استفهام. فاوتوماتيك كده نمبر 4 هيروح على الجمله دي اللي هي from our country، لانها بتنتهي بكوتشن مارك علامه استفهام. يبقى احنا كده انتهينا من واحده. تمام. for lunch للغداء. يبقى انا ايه اللي ممكن ينفع معايا في كولوم A؟ بالظبط كده I made salad. انا عملت سلطه للغداء. يبقى نمبر 2 with letter A. يبقى الجمله رقم 2 هتروح مع حرف ال A. يبقى I made salad for lunch. طيب بعد كده بيقول لي to build houses for chickens، علشان نبني بيوت للدجاج. طبعا هو انا ما عنديش اي حاجه في كولوم A نوصلها بالجمله دي، عشان كده دي المميزات اللي بتخلينا نقرا كل كولوم لوحده. طيب بعد كده سي رايز اند توميتوز، يعني رز وطماطم. دي تنفع معانا الناحيه الثانيه مع ايه؟ بالظبط كده Egyptian farmers grow rice and tomatoes. الفلاحين المصريين بيزرعوا رز وطماطم. بعد كده عندي في دي from our country، ودي احنا قلناها راحت مع for which food comes from our country. اخر حاجه are vegetables، يعني بيكونوا خضروات. طبعا اللي موجود عندي هيكون الطماطم والبصل. يبقى tomatoes and onions are vegetables. يبقى number 3 هتروح مع E. question 2 السؤال الثاني. read and complete the text with the words in the box. يعني اقرأ وكمل الفقرة اللي قدامك ديت بالكلمات اللي موجودة في البوكس، اللي هي الكلمات اللي موجودة فوق. أول كلمة عندي grapes يعني عنب، grow يعني يزرع أو ينمو، chicken يعني دجاجة، sugar يعني سكر. لازم نكون عارفين كل معنى من الكلمات دي قبل ما ننزل نشتغل عليها تحت. ولازم نبقى كمان عارفين نوع الكلمة، هل هي اسم ولا فعل ولا ضمير ولا صفة، علشان نقدر نحطها في المكان المناسب. Fruits grow in different times of the year، يعني الفاكهة بتنمو في أوقات مختلفة خلال العام. وبعد كده مديني سبيس فراغ different kinds of them in Egypt. طبعا هنا ده ضمير فاعل، واحنا قلنا ان ضمير الفاعل لازم يجي بعده verb، لازم يجي بعده فعل. فاحنا هنطلع فوق ندور على الكلمات اللي بتكون verb، الكلمات اللي بتكون فعل. هنلاقي grow هي الكلمة الوحيدة اللي بتكون فعل بمعنى يزرع، وهنا هيبقى we grow different kinds of them in Egypt، يعني احنا بنزرع انواع مختلفة منها في مصر من الايه، من الفاكهة. بعد كده بيقول لي mangoes and، بعد كده مديني سبيس فراغ grow in summer. المانجا وايه بينمو. هنا grow بمعنى ينمو مش بمعنى يزرع، ينمو في الصيف. المانجا وايه بتنمو في الصيف. وعايز يقول لي كمان نوع تاني من الفاكهة بتطلع في الصيف زي المانجا. طبعا انا فاضل عندي فوق grapes chicken وشوجر. طبعا انا خدت جرو في النقط الاولانيه. فجرابس معناها عنب، chicken طبعا دجاجه، وشوجر سكر، فمش هينفع غير جرابس العنب، لان المانجا والعنب بينمو او بيظهروا في الصيف. يبقى mangoes and grapes grow in summer. ويجيت وبعد كده مديني سبيس فراغ from sugar cane، يعني بيقول لي احنا بنحصل على ايه من الشوجر كين؟ من قصب السكر. طبعا احنا بنحصل على sugar from sugar cane، يعني بناخد السكر من قصب السكر. يبقى انا كده ما خدتش chicken. وبيقول لي fruits are delicious، الفاكهه بتكون لذيذه. question number 3. read the text and answer the questions. اقرا القطع وجاوب على الاسئله. لازم لما نيجي نحل سؤال القطع لازم نقرا القطع جمله جمله، ويا ريت نترجم كل جمله ونرجع نجيب الجمله اللي قبليها علشان نربط المعنى ببعضيه قبل ما نحل. فنبدا. Farmers are very important to us. الفلاحين بيكونوا مهمين جدا بالنسبة لنا. They produce a lot of food for us to eat. هم بيزرعوا أو بينتجوا، produce يعني ينتج، بينتجوا الكثير من الطعام من أجلنا. يبقى الفلاحين مهمين وهم بينتجوا الكثير من الطعام. They grow rice in Egypt. هم بيزرعوا الرز في مصر. They also grow vegetables like tomatoes and onions. هم كمان also هنا بمعنى أيضا، هم كمان أو كذلك يعني بيزرعوا الخضروات زي الطماطم والبصل. They grow fruits like watermelons and bananas. هم كمان بيزرعوا فواكه زي البطيخ والموز. They can raise chickens to get eggs and meat. هم كمان بيربوا الدجاج علشان يحصلوا على البيض واللحمة. My uncle is a farmer. عمي بيكون فلاح. He works hard on his farm. هو بيشتغل بجد في المزرعة بتاعته.
My cousin helps him grow plants. ابن عمي بيساعده علشان يزرع النباتات. They grow many kinds of delicious fruit. هما بيزرعوا أنواع كتيرة من الفاكهة اللذيذة. We get fresh mangoes from the farm every year. احنا بناخد مانجا من المزرعة دي كل سنة. There are different animals on his farm like goats, cows and a donkey. في حيوانات كتير موجودة في المزرعة زي الماعز والبقر والحمار. I like to visit him every summer. بحب أروح أزوره كل صيف. I help him on the farm. أنا بساعده في المزرعة بتاعته. It's interesting. دي حاجة بتكون شيقة. طيب نخش على الأسئلة. A. Choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الإجابة الصحيحة من A أو B أو C أو D. Farmers grow. بعد كده مديني space فراغ like tomatoes and onions. الفلاحين بيزرعوا E زي الطماطم والبصل. في عندي fruit فاكهة، vegetables خضروات، birds طيور، chickens دجاج. أكيد هتكون vegetables. Number 2. Watermelons and bananas are البطيخ والموز بيكونوا ايه؟ vegetables خضروات ولا fruits فاكهة ولا chicken دجاج ولا meat لحمة؟ أكيد fruits بيكونوا فاكهة. B. Answer the following questions. جاوب على الأسئلة الآتية. Why are farmers very important? ليه الفلاحين بيكونوا مهمين؟ طبعا هو بيقول لي في بداية الفقرة Farmers are very important to us. بعد كده بيقول لي they produce a lot of food for us to eat. هم بينتجوا الكثير من الطعام لنا علشان ناكله. وبعد كده بيقول لي ان they grow rice in Egypt. بيزرعوا رز في مصر. they also grow vegetables like tomatoes and onions. هم بيزرعوا الخضروات زي الطماطم وزي البصل وكمان هم grow fruits. كل الكلام ده بيأكد على ان الفارمرز ار امبورتنت. الفلاحين بيكونوا مهمين. فانت ممكن او انت ممكن تكتبي الاجابه المختصره اللي هم they produce a lot of food for us to eat. هم بينتجوا الكثير من الطعام لينا علشان ناكل. يعني احنا مثلا ممكن نقول ان هم بيزرعوا الرز في مصر. كمان هم بيزرعوا خضروات زي الطماطم والبصل. بيزرعوا فاكهه زي البطيخ والموز. كمان هم بيربوا الدجاج علشان نحصل على البيض واللحم. بعد كده summarize the second paragraph in one sentence. summarize يعني لخص. وده سؤال احنا هنقابله كتير جدا اللي هو تلخيص لفقرة في القطعة او تلخيص للقطعة كاملة في جملة واحدة. هو بيتكلم على السكند باراجراف يعني بيتكلم على الجزء الثاني اللي هو من اول my uncle. فاحنا دلوقتي بيقول لي my uncle is a farmer. هو هنا بيتكلم على ان عمه فلاح وان هو بيشتغل كويس جدا في الارض وانه ابنه بيساعده. احنا ممكن نلخص الكلام ده كله بنقول life in the farm is interesting. الحياة في المزرعة بتكون شيقة. Question 4. You order the words to make correct sentence. يعني عايزين نرتب الكلمات اللي قدامنا في كل سؤال علشان نكون جملة مظبوطة. علشان نحل سؤال الترتيب لازم ناخد بالنا الأول الجملة اللي قدامنا دي بتنتهي بفول ستوب يعني جملة عادية زي نمبر 2 نمبر 3 مثلا، ولا هل هي جملة بتنتهي بكويشن مارك بعلامة استفهام زي الجملة نمبر 1 زي الجملة اللي في رقم 1. الجملة اللي هتنتهي بفول ستوب لازم تبدأ بفاعل. لازم نبدأها بفاعل والفاعل ده ممكن يكون ناون اسم أو ضمير فاعل. لكن الجملة اللي بتنتهي بكويشن مارك اللي هي جملة السؤال ما ينفعش أبدأها بفاعل. يا إما ببدأها بكويشن وورد يا إما ببدأها بأداة استفهام يا إما ببدأها بhelping verb يعني ببدأها بفعل مساعد. وهو كمان مريحني ان هو بيحدد لي بدايات الجمل انا هبدأ منين. ففي الجملة الاولانية هو جايب لي وات انا هبدأ بيها. بعد كده طبعا انا مادام لقيت وات مش هينفع اجيب الفاعل، هجيب بعديه helping verb فهجيب اللي موجود عندي من الافعال المساعدة. طبعا احنا عندنا do او does او did وعندنا verb to be كله ينفع، كل ده ينفع يكون افعال مساعده. عندنا كان تنفع تكون افعال مساعده. فاحنا دلوقتي قدامنا do فيبقى what do. بعد كده بنجيب الفاعل. طبعا دي جمله في زمن البريزنت سمبل في المضارع البسيط. والمضارع البسيط لما بنيجي نعمل السؤال عليه بنجيب الكويشن وورد اداه الاستفهام. بعد كده بنجيب do او does. بعد كده بنجيب السبجكت اللي هو الفاعل. بعد كده بنجيب الانفينيتيف اللي هو المصدر. فانا هنا هجيب what بعد كده هجيب do او does. اللي عندي هنا do فتبقى what do. بعد كده الفاعل farmers. بعد كده بنحط الانفينيتيف المصدر يبقى grow. يبقى what do farmers grow. نمبر 2 احنا بنعمل جمله. هو هنا جايب لي ايجيبشن هنا adjective صفه فاذا هتوصف اسم جاي بعدها. فالايجيبشن هيبقى الايجيبشن بتوصف حاجه ايجيبشن فارمرز يبقى الفلاحين المصريين ده الفاعل. بعد كده بنجيب الفيرب الفعل بقى. ايه الافعال اللي موجوده عندي؟ في عندي produce يبقى Egyptian farmers produce. بعد كده في عندي sings وماني. طبعا ماني يعني كثير وسنجس يعني اشياء. فلما نيجي نحط احنا بنحط الصفه الاول فتبقى many sings مش sings many. يبقى Egyptian farmers produce many sings. نمبر 3 بيقول لي ابدا بزي. وزي هنا لما هجيبها فانا هجيب بعدها فيرب فعل لاني بعمل جمله عاديه. ايه الافعال اللي موجوده عندي؟ في عندي are وفي عندي having. مفيش افعال ثانيه موجوده. اللي موجود بعد كده chickens دجاج واللانش غدا وفور ده حرف جر بمعنى لي. يديني جمله بيقول لي اعملها في زمن البريزنت كونتينوس في زمن المضارع المستمر. فانا هبدا بزي بعد كده هجيب are بعد كده having يبقى they are having.
بعد كده هم بيتناولوا ايه؟ chickens اللي هو الدجاج. طبعا for lunch للغدا مش lunch for، يبقى for lunch، يبقى they are having chickens for lunch. Question number 5 choose the correct answer from A, B, C or D. هنختار الإجابة الصحيحة من A أو B أو C أو D. Number 1 بيقول لي space food comes from our country. بعد كده بيقول لي rice. طبعا انا هنا بيديني سؤال وبيديني الاجابه عليه، فانا لازم اتوقع السؤال من الاجابه. فهو بيقول لي الرز هنا ده غير عاقل، لما اجي اسال عنه هسال عنه بحاجه من اتنين، يا اما وات يا اما ويتش. فهو طبعا هنا مديني واي، لماذا؟ واي بتسال عن السبب وهو مش مديني اسباب في الاجابه. وين بمعنى متى وبتسال عن الوقت ومش مديني وقت في الاجابه. ويتش بمعنى اي، ودي برضو بسال بيها عن غير العاقل، بس ويتش دائما بيجي بعدها ناون. ويتش فود، ويتش كولر، ويتش وان، دايما ويتش بيجي بعدها اسم. how بمعنى كيف، ودي بتسأل عن الكيفية، وطبعا ما عنديش هنا غير which هي لا تنفع. which food comes from our country، أي طعام يأتي من بلدنا. number 2 مديني space، بعد كده بيقول لي grow vegetables for us to eat. إيه اللي grow بيزرع الفيجيتابلز الخضروات for us to eat من أجلنا علشان ناكل؟ طبعا أكيد الفارمرز. مديني الانجينيرز اللي هم المهندسين، بعد كده مديني الفارمرز الفلاحين، دكتورز طبعا الاطباء، فيتس اللي هم الاطباء البيطريين. طبعا هي هتكون farmers grow vegetables for us to eat. number 3 we produce vegetables like، احنا بنزرع خضروات like هنا مش معنى يحب، like بمعنى مثل. احنا بنزرع خضروات like A and potatoes، زي A والبطاطس. مديني الأونيونز البصل، bananas موز، watermelon بطيخ، apples تفاح. طبعا البناناز والووتر ميلون والابلز الثلاث دول بيكونوا فروتس، بيكونوا فاكهه، لكن اونيونز هي اللي بتكون بصل. نمبر 4 ليتس لما نشوفه في اي مكان لازم نجيب بعدها انفينيتيف، بنجيب بعدها مصدر على طول، يعني بنجيب الفعل من غير اي حاجه. ليتس هاف على طول، ليتس هاف لانش. هافينج مش هتنفع، هاد مش هتنفع، تو هاف مش هتنفع. كوتشن نمبر 6 بانكتويت ذا فولوينج، يعني هنحط علامات ترقيم للجمل اللي قدامنا. وعلامات الترقيم بمنتهى البساطه ان لازم اول حاجه ابدا الجمله بكابيتال لتر، ابدا الجمله بحرف كابيتال. فهو مديني ايجيبشن مديها لي بتبدا بحرف سمول، فهتبقى ايجيبشن كابيتال. بعد كده بيقول ايجيبشن فود از يامي يعني لذيذ، وعايز يقول لي ان الطعام المصري بيكون لذيذ. دي جمله عاديه مش سؤال، وبالتالي فانا هنحط في الاخر فول ستوب. يبقى احنا دلوقتي هنعمل حاجتين في الجمله، هنبدا باي كابيتال وبعد كده هنحط في الاخر فول ستوب. Question number 7 write a paragraph of about 24 words using the following guiding elements، يعني استخدام العناصر الإرشادية اللي هو مديها لك تحت. هو مديك تحت في الجايدنج elements مديك grow مديك farmers. هو اصلا عايز يكتب باراجراف عن ايه؟ عايز يكتبه عن الفود ان ايجيبت، عايز يكتبه عن فود ان ايجيبت، عايز يكتبه عن الطعام في مصر. علشان نعمل باراجراف محترم وعلشان خاطر ما نخسرش فيه درجات، فاحنا هنحاول نعمل 4 أو 5 جمل، كل جمله بتحتوي على من 5 إلى 6 كلمات عشان نقدر نعمل باراجراف محترم. فاحنا هنبدا مثلا باول جمله، هنقول the Egyptian food is very delicious، يعني الطعام المصري بيكون لذيذ جدا. Egyptian farmers produce a lot of food for us to eat، فلاحين المصريين بيزرعوا الكثير من الطعام لنا علشان ناكل. They grow vegetables like onions and potatoes. They also grow fruits like bananas and watermelons. نقول مثلا they raise chickens to get eggs and meat، هما بيربوا الدجاج علشان يحصلوا على بيض واللحمة. ممكن نقول مثلا fruits and vegetables are very important for us because they are healthy، الفاكهة والخضروات بيكونوا مهمين جدا لينا لأنهم صحيين. وبكده يكون خلصنا الاكسرسايز على الدرس الأول، وأتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو ده تم بالفعل ما تنسوش اللايك والشير، واتقابل إن شاء الله في الفيديو اللي جاي على lesson 2.